كاينين حالات في التاريخ اللي كيبقاو اللغز ديالهم بلا جواب، حالات كدوز عليهم السنين، العلماء المحققين وحتى الناس العاديين، ولكن حتى واحد ما كيقدر يوصل للحقيقة الكاملة. وفي هاد الليلة غادي نحكي لكم على واحدة من أغرب وأخطر وأكثر قضايا غموضا في عصر الحديث، قصة الطيارة اللي اختفت من السماء بلا أثار، بلا نداء استغاثة، بلا أي إشارة. رحلة MH370 منين طارت في السماء كانت كل شيء الأمور طبيعية، ولكن بعد دقائق العالم كامل غادي يسكت، غادي تبقى الأسئلة معلقة. فين مشات؟ شكون كان السبب؟ واش كان خلل ولا شي حاجة كتر من هادشي؟ Morning, Malaysia will allow an American company to A carry new out search for the wreckage of missing Malaysia Airlines flight MH370. هاد الليلة غادي نركبوا مع بعض في هاد الرحلة اللي ما وصلاتش، باش نحاولوا نفهموا الحقيقة اللاللي بقات مخفية وسط الغموض. خفايا التحقيق غادي تبدا معكم القصة ديال رحلة MH370. Delivery manager 370 morning. Malaysian 370 standby and Malaysian 6 is cleared to Frankfurt via Agosa Alpha departure 6000 feet squawk 2106. الطيارة اللي كانت في هذه الرحلة هي بوينغ 777-200 AR، واحدة من أكبر وأنجح الطيارات التجارية في العالم، معروفة بالقوة ديالها، بالسلامة العالية ديالها والأنظمة اللي فيها جوج ديال الموتورات كبار بزاف، وكتمشي لمسافات طويلة بلا ما تحتاج توقف باش تعمر الوقود. كوكبيت ديالها أو الكابين القيادة فيها عشرات ديال الأجهزة اللي كيتحكموا في كل صغيرة وكبيرة، الرادار اللي كيراقب المسار ديال الطيارة، وأوتو بيلوت اللي كيساعد الطيار باش يحافظ على اتجاه وارتفاع بدقة، والسيستم اي كارز اللي كيرسل معلومات مستمرة للشركة على الحالة ديال الطيارة كانت مجهزة كذلك بترانسبوندر. هذا الجهاز كيخلي الرادار ديال المراقبة الجوية يشوف الموقع ديال الطيارة بالضبط، وكيعملوا تحديث مستمر في كل ثانية باش إذا وقعت شي حاجة يعرفوا فين جات بالضبط. البيلوت هو زهاري أحمد شاهر، رجل عنده تجربة طويلة بزاف في الميدان، أكثر من 18,000 ساعة طيران. أما المساعد ديالو فهو فريق عبد الحميد، طيار شاب عنده 27 عام فقط، مازال في بداية المسار المهني ديالو، وكانت هذه أول رحلة ليه على متن بوينغ 777 كطيار مساعد. فريق كان متحمس بزاف، والناس اللي عرفوه كيقولوا أنه كان ديما مبتسم وكيحلم يولي بيلوت كبير بحال زهاري. في نهار ديال الرحلة كل شيء كان عادي، الجو مزيان، الرؤية واضحة، وما كاين لا عواصف لا مشاكل. الركاب ركبوا في هدوء، والطاقم ديال الضيافة رحب بهم بابتسامة. البيلوت زهاري دخل الكابين ديالو وعمل بري فلايت تشيك ليست ديالو، كيتأكد من الوقود، من الأجهزة الإلكترونية، ومن الضغط ديال الكابين. كل شيء كان طبيعي، كل شيء كان مثالي، ما كان حتى شي مؤشر على أن هذه الرحلة غادي تكون الأخيرة. الساعة كانت تقريبا 12:41 الليل بالتوقيت المحلي. الطيارة MH370 بدات كتتحرك في مدرج مطار كوالالمبور، خدات الإذن بالإقلاع وطلعت تدريجيا للسماء متجهة نحو الشمال الشرقي في طريقها لمدينة بيجين. كل شيء باين عادي، الرادار كيتبع الرحلة، البيلوت كيهدر مع مراقبة الجوية ATC، والركاب مسترخيين في مقاعدهم، ولكن ما كيعرف حتى واحد باللي هذه آخر مرة غادي يسمع فيها العالم صوت الرحلة MH370. رحلة MH370 كان خاصها تقلع مع 12:35 ديال الليل، ولكن تأخير ديال الإجراءات خلاها تقلع فعلا مع 12:41 من مطار كوالالمبور الدولي.
الطيارة كان فيها 239 شخص، 227 راكب و12 كانوا من الطاقم. هاد اللحظة الحساسة المسؤولية كبيرة كتكون على بيلوت زهاري أحمد شاه، هو اللي كيقود عملية إقلاع اللي مسمية بالتيك أوف. كيتأكد من اتجاه السرعة والضغط وكيعطي الإذن الأخير باش الموتورات يخدموا بالقوة القصوى. المساعد ديالو فريق عبد الحميد كيعاون بيلوت في كل خطوة دقيقة، كيقرا اللائحة المراقبة، كيراقب الأجهزة وكيبلغ برج المراقبة بكل حركة ديال الطيارة. في الطيران بيلوت هو المسؤول الأول على الطيارة كاملة، بحال القبطان ديال السفينة، كيتاخد قرارات الأخيرة في كل لحظة، خصوصا في اللحظات الحساسة بحال الإقلاع أو الهبوط. المساعد اللي مسمي كوبيلوت راه ماشي مجرد تلميذ، هو طيار محترف ولكن كيخدم بالتنسيق مع البيلوت. مثلا ملي الطيارة كتكون في مرحلة الإقلاع، البيلوت كيركز على اتجاه والسرعة الدفع، والمساعد كيراقب العدادات، الارتفاع، وكيعلن الأوامر التقنية بصوت واضح. الطيارة الآن في السماء. بعد ما وصلت الارتفاع حوالي 35,000 قدم، بيلوت عطى إذن باش يشغل النظام الآلي أوتو بيلوت اللي كيبقى محافظ على الاتجاه والسرعة بدقة عالية. في هاد اللحظة كل شي باين مثالي، الطيارة مستقرة، الركاب ناعسين، وبيلوت والمساعد ديالو كيهضروا بهدوء في لاكابين. ولكن بين اللحظة اللي الطيارة طلعت فيها واللحظة اللي غادي تختفي فيها من الرادار غادي دوز غير حوالي 38 دقيقة. 38 دقيقة فقط، وغادي تبدأ قصة اللي حيرت العالم كامل. Missing Malaysia Airlines. من الطيارة ديال رحلة MH370 طلعت للسما، خدات مسار ديالها الطبيعي نحو الشمال الشرقي باتجاه مدينة بيجين. في العالم ديال الطيران الرحلات التجارية ما كتمشيش بشكل عشوائي، كيتبعوا مسارات محددة في السماء بحال الطرق ديال السيارات في الأرض، ولكن هادو كيتسماو واي بوينت أو نقط ملاحية كيحددوا اتجاه بدقة كبيرة. كل رحلة كتعبر بزاف ديال هاد النقط، وكل نقطة كتكون عندها إحداثية دقيقة باش يعرفوا المراقبين فين وصلت الطيارة بالضبط. رحلة MH370 كانت ماشية على الطريق الجوي المعروف باسم روت M765 اللي كيربط بين كوالالمبور وبيجين عبر بحر الصين الجنوبي. أول واي بوينت الرئيسي في هذا المسار كان هو إيغاري، نقطة مهمة بزاف لأن الحد الفاصل بين منطقتين ديال المراقبة الجوية. باش نشرحو مزيان، كل منطقة في السماء كيتسمى FIR واللي كتعني Flight Information Region. ماليزيا والصين كل وحدة عندها منطقة ديالها وبيناتهم كاين تبادل مسؤولية. وملي الطيارة توصل لنقطة إيغاري خص بيلوت يقول للمراقبة الجوية الماليزية Good night Malaysia 370. Malaysian 370, climb flight level 350. Malaysian 370, maintaining level 350. 370, maintaining level 350. Malaysian 370, contact Ho Chi Minh 120.9. Good night. Good night, Malaysian 370. وبهذه الجملة كيعني أنه كيسلم الاتصال للمراقبة الفيتنامية اللي غادي تاخد مسؤولية بعد إيغاري. من بعد ما خرجنا من نقطة إيغاري بدات الحقيقة الغامضة كتبان شوية بشوية. في ديك الليلة طيارة بوينغ 777 ديال رحلة MH370 كانت في طريقها الطبيعي كتتابع كل نقطة في المسار ديالها، وكل شي كان كيبان عادي حتى اللحظة اللي كيتبدل فيها كل شي وكيبدا الغموض. في واحد اللحظة ترانسبوندر تسد. باش نفهمكم اكثر، ترانسبوندر هو جهاز اللي كيخلي المراقبين في الابراج يعرفوا فين وصلت الطياره بالضبط، شنو الارتفاع ديالها والسرعه ديالها وحتى شنو هي الهويه ديالها. كل طياره كتكون فيها واحد النظام كيتكلم مع الرادار كيعطيه معلومات دقيقه، وهذا الشيء اللي كيخلي المراقبين يتابعوها في الخريطه في وقت الحقيقه. في هذه اللحظه المراقبين شافوا باللي الجهاز تسد وما بقى كيبعث حتى شي اشاره. المشكل ما كان حتى عطلة تقنية في النظام، وهنا طلعت واحد النظرية خطيرة. كاينين اللي كيقولوا باللي شي واحد من داخل الكابينة، البيلوت او المساعد ديالو، هو اللي طفى الترانسبوندر بيدو
وهذا الشيء كيفسر علاش الطيارة اختفت من الرادار في دقائق قليلة. من تما الرادار العسكري في ماليزيا دخل في الخدمة، بدا كيراقب الطيارة من بعيد وتفاجئ بواحد الحركة غير مفهومة. الطيارة عملت نص دورة وبدلات المسار ديالها نحو الغرب، ما بقاتش كتمشي نحو بكين، ولات كتمشي في اتجاه المعاكس عبر شبه الجزيرة الماليزية كاملة. الرادار العسكري تبعها وشاف باللي الطيارة دازت في السماء جزر مالاكا، ومن بعد ولات كتطلع شوية نحو الشمال. والغريب في الأمر ما كانت حتى شي إشارة الاستغاثة، لا نداء ولا كلمة واحدة من طاقم الطيارة. معناها كل شي كان صامت، بحال شي شبح كيطير في الليل. آخر مرة تسجلت فيها الطيارة في رادار ماليزي كانت في الساعة 2:22 دقيقة ديال الليل، بعد ما دازت من نقطة إيغريكس على ارتفاع 29500 قدم، ومن تما اختفت مرة أخرى. هاد المرة حتى شي رادار عسكري ما بقى شافها. بعد هذا الاختفاء كانت الطيارة مازال في نطاق الرادارات العسكرية ديال بزاف الدول في المنطقة بحال تايلاند، إندونيسيا والهند، ولكن الغالبية رفضوا يعطيو معلومات خوفا من كشف قدرات الرادارات ديالو. الهند صرحت باللي الرادار ديالها في جزر نيكوبار كان مطفي في وقت السلام، وفي اندونيسيا الجينيراتوارات ما كانوش خدامين مزيان، الوقود كان ناقص والرادار ما خدمش كيف ما كان خصو في داك اللحظه الحساسه. من بعد ايام قليل على الاختفاء انطلقت اكبر عمليه بحث جوي وبحري في التاريخ. الطيارات والسفن في كل مكان، من بحر مالاكا لبحر بنغال وبحر اندامان الشمالي، ومع ذلك ما تلقى حتى شي اثار، والطياره ولات سر اللي باقي كيحير العالم. من بعد ما الطيارة اختفت من الرادار كل شي ظن باللي ما بقى حتى شي طريقة نعرفوا بها فين وصلت، ولكن هنا كيجي واحد النظام خفي كيسميوه ساتكوم. هذا النظام كيخلي الطيارة تتواصل مع الأقمار الصناعية خاصة مع الشركة البريطانية اللي سميتها إنمارسات. والمفاجأة بعد الاختفاء النظام بقى كيبعث نبضات صغيرة كيسميوها هاندشيكس، وهاد النبضات كتبين ان الطياره باقي حيه في نظام الاتصال وكتتكلم مع القمر الصناعي كل ساعه تقريبا. المهندسين في إنمارات خدموا الليل ونهار باش يفهموا معنى هاد الاشارات. واحد منها تسجلت في الساعه 8:19 دقائق ديال الصباح بعد 6 ساعات ونص من اخر تواصل مع الرادار، وهاد النبضه كانت اخر اشاره دازت ما بين الطياره والقمر الصناعي. ومن هاد الاشارات الخبراء قدروا يرسموا دوائر في الخريطه كتبين المسافه اللي كانت بين الطياره والقمر الصناعي في كل نبضه. هاد الدوائر كلها كترجع لنقطه واحده في المحيط الهندي، وهذا هو اللي خلاهم يقولوا باللي الطياره طاحت في المحيط بعيد بالالاف الكيلومترات. كاين نظريات اللي كتقول باللي هاد الاشارات كتدل باللي الطياره كانت كطير تحت السيطره ديال شي واحد عارف مزيان شنو كيعمل، لان المسار ديالها ما كانش عشوائي بل كان دقيق ومخطط له بعنايه. كل الدول المجاوره بدات كتسقسي فين مشات الطياره. الرحله كانت فيها 239 شخص، 227 راكب و12 من الطاقم. بعد ما تأكدوا من اللائحة الرسمية ديال الركاب خرجت التفاصيل كتقول 153 منهم كانوا من الصين، 38 من ماليزيا، والباقي 36 شخص من جنسيات مختلفة بينهم من فرنسا، أستراليا، الهند، كندا، إندونيسيا وهولندا. ولكن وسط هاد اللائحة كاين 2 أسماء خلات المحققين يشكوا في الأول بزاف. كانوا 2 ركاب من إيران شراو تذاكرهم في بانكوك وركبوا في رحلة ديال MH370 متوجهين لبيجينغ، ولكن بالأسماء ماشي ديالهم. من بعد تحقيقات تبين باللي بجوج بهم استعملوا جواز سفر مسروق، واحد نمساوي وواحد إيطالي. الصحافة العالمية طارت بهذا الخبر وبدات العناوين كتقول إرهابيين في طائرة MH370. ولكن بعد أيام من التحاليل الأمني الشرطة الدولية الانتربول خرجت بيان رسمي 2 الإيرانيين ما عندهم حتى علاقة بالإرهاب، كانوا فقط لاجئين باغين يمشيو لأوروبا باش يبدلوا حياتهم. واحد منهم كان غير شاب في العشرينات والآخر كان باغي يلقى حياة جديدة بعيدة على المشاكل في بلاده. وهذه القضية تشدت، ولكن السؤال الكبير مازال باقي، فين هي الطيارة؟ في هذا الوقت أكثر من 14 دولة دخلوا في عملية البحث،
تايلاند، فيتنام، الصين، سنغافورة، أستراليا وحتى الولايات المتحدة الأمريكية دازت بالطيارات المتخصصة بالرادارات البحرية. العملية كانت هائلة، أكثر من 43 سفينة و58 طيارة خرجوا يفتشوا البحر على أي أثر، ولكن للأسف الشديد بدون جدوى. ما جبروا لا بقايا ديال الطيارة لا بقع ديال الوقود ولا حتى شي حاجة، وكأن الطيارة تبلعت في الهواء. منين التحقيق الرسمي وقف الناس ما بقاتش ساكته، المحققين، الطيارين وحتى المواطنين العاديين كل واحد بدا كيبني النظريه ديالو، لان الحقيقه الوحيده كانت وحده، الطياره اختفت بلا اثر والركاب 239 اختفوا معاها. بيلوت زهاري أحمد شاه كان طيار محترف، عنده أكثر من 18,000 ساعة طيران، متزوج وعنده 3 ديال الوليدات، عاش حياته كلها في مجال الطيران وكان معروف بالهدوء والانضباط. ولكن بعد ما فتشوا في حياته الشخصية اكتشفوا أنه قبل الرحلة بأيام كان منعزل بزاف وما كيهضر مع حتى شي واحد. والأخطر من هذا الشيء أن السيمولاتور ديال الطيران في الدار ديالو كان عامل مسار شابه بالضبط المسار اللي دازت منه الرحلة MH370 كوالالمبور، الغرب والمحيط الهندي. فبزاف ديال المحققين قالوا يمكن كان كيتدرب على عملية انتحار جماعي، وأنه من اللي قرب من إيغاري اطفى أجهزة الاتصال وبدل اتجاه ومشى بوحده وسط البحر حتى سالت الطيارة من الوقود. ولكن العائلة ديالو أصدقائه رفضوا هذه النظرية النهائية وقالوا عليه أنه كان إنسان جد طيب ومن سابع المستحيلات يعمل شي كارثة بحال هذه. واش فعلا بيلوت قرر يسالي حياته بهذه الطريقة ولا شي شخص آخر استعمل هذا المسار باش يورطه؟ ومع ذلك النظرية ديال الاختطاف بقات مطروحة. واش ممكن زعما شي راكب من الركاب دخل لاكابين ديال القيادة ولا شي جهة استولت على الطيارة باش تعمل عملية سرية؟ ولكن علاش؟ واش باش يخطفها ويمشي بها لشي مكان مجهول او فعلا نزلت في شي قاعدة عسكرية سرية؟ بعض الناس قالوا انها هبطت في ديوغو غارسيا، قاعدة امريكية وسط المحيط الهندي، وان الجيش دار تستر كبير باش ما يبينش الامر، ولكن ما كاين حتى شي دليل رسمي اكد هاد الفرضيه. النظريه اللي كيبقاو بزاف ديال الطيارين يميلوا ليها وهي ان الرحله ربما تعرضت لشي خلل خطير، يمكن يكون حريق كهربائي في الجزء الامامي ديال الطياره او في كابليات ديال الكومونيكيشن سيستم، وهذا الحريق خلى بيلوت يطفي الاجهزه باش يوقف الخطر، ولكن في نفس الوقت هذا القرار خلى الطياره تنقطع عن الرادار، ومن بعد يمكن الطاقم والركاب اختنقوا بسبب الدخان، والطائرة بقات طايرة بوحدها في الأوتوبيلوت حتى تسالى الوقود ديالها وطاحت في المحيط. وهاد النظرية ممكنة، ولكن كيبقى فيها واحد المشكل، كيفاش الطيارة دازت ساعات طويلة وبدلات اتجاهات بشكل منظم بلا تدخل بشري؟ الطيارين كيأكدوا كيقولوا أن الأوتوبيلوت ميمكنش يعمل تغيرات بهذا الذكاء. بعض المحققين والمحللين العسكريين كيقولوا أن هذه الحكاية فيها تستر كبير، لأن الرادارات العسكرية في هذه الليلة رصدت الطيارة أكثر من مرة، ولكن المعلومات تأخرت أيام باش خرجت للعلن. واش ممكن يكونوا فعلا عارفين فين مشات ولكن خبوا الأمر لأسباب سياسية وعسكرية؟ ولكن حتى هذه كتبقى غير فرضية، لأن ما كاين حتى دليل رسمي على أي إطلاق نار أو إسقاط للطائرة. بعض الوثائق اللي تسربات كتقول أن الاتصال بين ماليزيا وفيتنام كان فوضوي بزاف، وأن في الساعات الأولى من الاختفاء ضيعوا أكثر من 5 ديال السوايع قبل ما يبدأ البحث. 10 سنين دازت والعالم باقي كيسول نفس السؤال، فين مشات رحلة MH370؟ الآلاف الناس بدلت حياتهم في ليلة واحدة، عائلات تفقدات وقلوب تكسرات، والأسئلة ما لقاوش ليها جواب. هاد القضية ماشي غير طيارة تحت، هذه قصة ديال أسرار، ديال الألم وديال البحث عن الحقيقة اللي يمكن مدفونة في قاع المحيط، أو يمكن في ملف سري ما بغاش يخرج للنور. ولكن كاين واحد الشيء اللي كيبقى مأكد، كل واحد فينا عنده جزء صغير من هذا الفضول باش يعرف شنو فعلا وقع في ديك الليلة ديال 8 مارس 2014. يمكن كانت صدفة، يمكن كانت مؤامرة، أو يمكن غير خطأ بسيط قلب حياة المئات. ولكن السؤال اللي كيبقى مفتوح هو، واش العالم فعلا مستعد يعرف الحقيقة؟
وإلا كانت الحقيقة نفسها أخطر من الخيال. هذه كانت قصة ديال رحلة MH370 أكبر لغز جوي في عصر الحديث. أنا قناة خفايا التحقيق كنقولكم ما تمشوش بعيد، لأن في الحلقة اللي مجا غادي نغوصوا في قضية أخرى أغرب أعمق وأكثر غموضا. إلا عجبتكم هذه القصة ما تنساوش تعملوا لايك وتبارطاجيو الفيديو مع أحبابكم وصحابكم اللي كيعجبهم هذا النوع من القصص، وكتبوا لي في التعاليق شنو كتظنوا، واش رحلة MH370 كانت صدفة ولا كانت مؤامرة مخفية؟ خفايا التحقيق كل لغز عنده حكاية. Malaysia 370.